اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض كده البيتي فور. معايا كده دي المقادير بتاعته، دي كده البيتي فور بتاعي اللي انا بعتمده كل سنه ان انا بعمله كده بنفس الطريقه دي. انا بحب ازود الزبده. فانا هو عموما يعني انا بشوف الناس كلها بتحط له زبده 700 جرام 750 جرام. بس انا بحب ازود الزبده لان بحب البيتيفور يبقى ناعم اكتر من البسكوت او من اي حاجه تاني، لان المقادير كلها كانت مقادير واحده، يعني هي المقادير كلها واحده. لو احنا هنلاحظ ان البسكوت نفس مقدار البيتيفور، نفس الصابليه، كل حاجه، بس بيختلف في عدد البيض اللي احنا بنحطه. والسكر طبعا، هو السكر في ناس بتقلل السكر، في ناس بتزوده. انا عندي مقدار السكر مظبطاه على كده اهو. معايا هنا هو 800 جرام من السكر، من الزبده قصدي. حطيت عليهم 250 جرام من السكر، وثلاث بيضات وصفار بيضه. هنحطهم بقى، هم المفروض نحطهم واحده واحده، بس هم كلهم اتكبوا مره واحده فمش مشكله يعني. بنضربهم، هنفضل بقى نضرب في الخليط، في الزبده مع السكر لحد ما لونها ما بيبيض، وبينزل عليها بالبيض بالشكل ده. هنزل بقى بصفار البيضه. هنقلبهم بقى كده شويه بس يخش الناس الحاجه كلها كده، الخليط كله يخش في بعضه. وبعد كده بنكون نخلين الدقيق، ونحط عليه اللبن البودر، ونحط البيكنج باودر وملح ورشه ملح في قلب الدقيق. انا بحط معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره، هي نص المعلقه الكبيره، يعني نعتبر معلقه صغيره، مش بكتر بيكنج باودر عليه. تمام. ومعلقه الدقيق وذره الملح، بس كده. هو دوت المقدار بتاع البيتي فور بالظبط، ما فيهوش اي حاجه. هنزل بقى بالخليط بتاعي كده اهوت على العجينه، واعجنها بقى كويس. مش ان انا بعجنها، انا بقلبهم في بعض لحد ما كل حاجه تدخل في بعضها، يعني مش بياخد عجين. هقلبه كده شويه، ممكن تقلبيه معلقه، ممكن انا بقلبه بايديا بصراحه. بعد كده اهوت بقلب شويه كده اهوت، وبعد كده بحط ايدي ان انا هدخل العجين كله في بعضه. يعني بحب امسك العجينه نفسها. تمام كده. العجينه بقى بتاعتنا خلاص خلصت اهي. ومعايا القمع بقى بتاع البيتيفور، معايا الشكل ده. معايا شكلين، ده شكل كبير اللي هو الوحيده دي اللي مش في الكيس، والشكل التاني دوت شكل صغير، يعني بيطلع لي البيتيفورايه صغيره. التاني بيطلعها لي مفروده كده وكبيره. فانا عملت اللي هو الصغير. يعني بقالي فتره ان انا بستعمل اللي هو القمع الصغير. تمام. نبدا بقى نشكله كده اهوت، وعلى طول الفرن سخن، وبندخله على طول على فرن. بدخله على فرن 180 درجه، وبشغل المروحه. هنعمله بقى، نشكله كله كده اهوت في السيجان. بص المنظر بقى طالع ازاي. على الفرن على طول. الحاجات اللي بتبقى طالعه شكلها مش حلو ولا كده، اللي هي بتبقى كبرت شويه، فرشت شويه او كده اهوت، بشيلها وبحط غيرها يعني على طول. ده كده مقدار البيتي فور بتاعنا. وهنا بعد ما خلص بنزينه بقى. ده الشكل. بص الكميه اللي طلعت معانا، الكميه طلعت حوالي 2 كيلو ونص 3 كيلو، يعني في الحدود ديت. ما تقلش عن 3 كيلو يعني. هنعملهم بقى ونظبطهم، نحط بقى فيهم شوكولاته من جوه او مربى. فانا عيالي حبوا المربى اكتر من الشوكولاته. انا كنت حابه ان انا اعملهم بقى بالشوكولاته من جوه كده، واحطهم واغمسهم في الشوكولاته وحاجات زي كده اهو. بس ولادي حبوا ان انا احط المربى، لان بيحبوا طعم المربى في البيتي فور. بيبقى بسكوت بالمربى كده طعمه حلو يعني. كده خلاص بقى كملنا بقى. هنكمل الباقي شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء. بنعملهم في عليهم بخار ميه، ونحط عليهم معلقتين زيت. هيفضلوا سايحين معانا كده شويه، وفي الاخر نعمل اللي احنا شايفينه ده، وكلنا بنعمله طبعا في بيوتنا يعني. الطبق فيه مكسرات، والطبق التاني دي فيه حلويات اللي هي بتبقى بتيجي من عند العطار ملونه وكده اهوت. مش عارفه بيقولوا فارماسي باين او حاجه زي كده، مش عارفه اسمه بصراحه، لان مش بستعمله كتير، لان مش بجيبه كتير بصراحه. انا لقيتهم موجودين عندي في الفريزر، مرميين محطوطين في الفريزر، من ضمن الحلويات اللي كنت بستعملها من بدري يعني. وادي الشكل بتاعنا كده اهو خلص. يا رب الفيديو يعجبكم. اهم حاجه وانتي بتعملي البيتي فور لازم تحطي ورق زبده، عشان ما يلزقش على صاج او يلزق في الصينيه وتيجي تطلعيها تروح متكسره منك. اهم حاجه ورق الزبده، عشان بيطلع معاكي البيتي فور بعد ما بينشف الشوكولاته بتبقى حلوه قوي. يعني ما بتطلعش مكسره، ما تطلعش مهريه، ما يطلعش فيها اي حاجه. نظبطيها بقى في اي حاجه شكل انت تعمليها. انا طبعا بحطهم في علب الصاج كده اهوت، وبشيلهم على بال ما يجي العيد، وبعدين ابقى ارصهم في الشايله بتاعتهم. وده كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.